الصبح إذا تنفس. صباح الخير، صباح العافية، صباح النفس. في الآية لم يقل والضوء، لأن المقصود ربما ليس الضوء فقط. ولو كان المقصود الضوء فقط لقال القرآن إذا أشرق أو إذا طلع. لكن اختيار كلمة تنفس يفتح سؤالا أعمق: لماذا يمنح الصبح صفة كائن حي؟ قال بعض المفسرون: الصبح ينفصل ضوءه عن ظلمة الليل تدريجيا، لذلك قيل تنفس. لكن لماذا هذا التصوير بالذات؟ بعضهم ربطه أيضا بانفراج الكرة، وبعضهم رآه استعارة لحركة بطيئة متدرجة، ومنهم من توقف عند الكلمة نفسها فقال: التنفس فعل حياة لا مجرد ضوء. وهنا ربما قد تتجاوز الآية الفلك إلى حالة انتقال كوني ونفسي. العلم الحديث يقول الصباح ليس لحظة زمنية بل مرحلة فيزيائية. الضوء لا يظهر فجأة بل يمر عبر الغلاف الجوي، ينكسر ويتدرج حتى قبل أن نرى الشمس، أو حتى قبل أن يبدأ النهار فعليا. طيب، قد يكون الأدهى من ذلك الجسد الإنساني يفعل الشيء نفسه. مع الفجر ينخفض هرمون النوم، يرتفع هرمون اليقظة، يتغير نمط التنفس، ويستعد الدماغ للحياة. وكأن الإنسان والكون يتنفسون معا. بعض الفلاسفة والعلماء حتى من غير المسلمين انتبهوا لهذا المعنى. فمثلا رأى بعضهم أن الحياة تفهم بوصفها ديمومة لا قفزات، وعلماء الأعصاب يؤكدون أن الانتقال المفاجئ بين الظلام والنور يسبب صدمة عصبية، بينما التدرج شرط الاتزان. السؤال هنا: هل هذا إعجاز لغوي؟ سؤال آخر: كيف وصف نص قديم ظاهرة لم تفهم علميا إلا بعد قرون بكلمة واحدة دقيقة: إذا تنفس؟ القرآن. إنه القرآن لا يقول إن الصبح ضوء، بل يقول الصبح تنفس بعد كذا. وهذا قانون للحياة، لا الفجر فقط. كل شفاء، كل وعي، كل خلاص حقيقي لا يأتي مرة واحدة، لا يأتي بانفجار، بل بأول نفس صادق بعد اختناق طويل. لهذا أقسم الله بالصبح إذا تنفس ليعلمنا كيف تبدأ الحياة من جديد. لذلك لنتنفس.